السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا حبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. اخوكم محمد سعد من قناة حمام في جيتي، جاي اقول لكم على سر قسما بالله 90% من الغواية ما بيقولوش لحد. احنا حاجات دي اتعلمناها بالعافية من الناس، يعني الحمد لله يعني. فان شاء الله سبب من اسباب ان الناس تقول لك انت بتنفخ ازاي في الشتاء والدنيا بتبقى حلوه معاك، ان انت طبعا الفرخ نضيف. عشان تفرخ فرخ نضيف وحلو كده وكويس، الكلفة نضيفة، نظافة المكان، التهوية للمكان زي ما انتم شايفين لو خدتوا بالكم فوق. طبعا زي ما قلنا الكلفة نضيفة، ان انت تريح فرد الحمام وتخليه يحب يشتغل. من تريحات فرد الحمام ان الرواية التقيلة اللي ما بتقولش لحد هي بتعمل ايه وبيشغلوا دماغهم ويسيبك تعك طول الصيف ما تعرفش تفرغ زي ما بيقولوا، الحمام يريح منك في الشتاء. فاحنا هنقول لكم على اسرار والله العظيم ما حد بيرضى يقولها. دي الحمد لله مسطره النوتي، طالما بيجي الصيف زي كده وبيخش جوه شويه في الصيف. دي مسطره النوتي حاجه كده على قدنا فضل ربنا. حمامتين يعني استراليات، يعني مش حمامه جامده يعني استرالي. حاجه كده على قدنا استرالي بسحنه. شويه كريزلي، عبسي، حاجات على قدنا يعني. ونفصلهم طول فترة الصيف. أول ما الشتاء يبدأ يهل أو قبل ما الشتاء يهل ب 15 20 يوم بننقل الديكورة تاني، كل دكر بنديله نتايته في مكانه. ليه بقى؟ عشان فرد الحمام يبقى النتاية جددت عنقود بيض زي ما بيقولوا، ارتاحت تحب تشتغل في بيئة كويسة. انت دايما مجدد لها مراضيها، مأكلها كويس، مشربها كويس. طبعا دي كلها عوامل بتخلي الحمام طول الشتاء بيفرخ ورا بعض. يقول لك انت ازاي الحمام بيفرخ ورا بعض، بيلحم حصى في حصى والزغلول في زغلول وعلى طول بتقطف الزغلول ورا بعض. ده سبب من الاسباب. محدش اقسم بالله من الغواي، وفي غواي كتير قوي هتزعل من الكلام اللي انا بقوله ده، عشان كل واحد عارف وواثق ان هو لو قالك الكلام ده مش هيعرف ياكل عيش وهتفرخ احسن منه. وربنا يبارك لكل واحد في حاجته، وان شاء الله استنونا في كل جديد، وربنا يرزق كل واحد يا رب يعني على قد نيته، وربنا يفتح علينا كلنا من باب واسع. ما تنساش اللايك والشير والكومنت الجميل والاشتراك في القناه، واستنونا في كل جديد باذن الله. هنظبط الدنيا مع بعض جامد قوي.